بحب الفيديوز اللي بيبقى فيها فضفضة. بحس انها بتبقى طالعة من جوه قوي، وده هيكون واحد منهم. قعدت 20 يوم مش عارفة اصور. مش هعرف اقول لكم قوي ايه اللي حصل او ايه اللي خلاني ابقى مش قادرة اعمل محتوى لمدة 20 يوم، بس خليني اقول لكم الدروس المستفادة. اول حاجة اتعلمتها انك ما تربطش قوي قيمتك باي حاجة انت بتعملها، لان وارد ان في اي يوم من الايام الحاجة دي تقف، سواء بمزاجك او غصب عنك. فمحتاج تفهم انه قيمتك مش في الحاجات اللي انت بتعملها، عشان لو الشيء اللي انت متعلق بيه ده واخد قيمتك منه وقف، ممكن تضيع وتحس ان انت ولا حاجة. فما تربطش قيمتك بحاجة انت بتعملها، وخليك عارف انك زي ما عرفت تعمل هتعرف تعمل غيره، هتعرف تعمل احسن منه، هتعرف تعمل طول ما انت عايش. فما تربطش قيمتك بحاجة معينة. تاني حاجة، اتخلص من فكرة انك لو خدت بريك هتتحرق. عادي انك تفصل، وعادي انك تعطل، وعادي انك توقف احيانا عشان ترجع تشتغل تاني بكل قوتك. مش لازم تكون productive طول الوقت، ومش لازم تكون في قمة نشاطك طول الوقت. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. يقصد إنه كل حاجة بنعملها بيبقى ليها شرة. الشرة اللي هي الفترة بتاعت النجاح وإنك مركز قوي والديسيبلين والحيوية، وإنه بعد الشرة دي بيبقى فيه فتور. ودي طبيعة الإنسان، إنه بعد ما بيبقى مركز قوي ونشيط قوي، عادي جدا إن هو يهبط ويتبط ويعطل أحيانا. عادي، اتعامل مع ده انه جزء من طبيعتك كإنسان. ثالث حاجة اتعلمتها انك استغل الوقت اللي انت فيه محبط او زعلان او مش قادر تبقى في قمة نشاطك وحيويتك وشطارتك اللي انت متعود عليها من نفسك، في ان انت بدل ما تقعد تأنب نفسك وتعيش بقى في الجلد الذات بتاع انت مش بتعمل دلوقتي، انت متأثر، انت متعطل، انت مش في قمة نشاطك. ايه رأيك لو تبروسس الحاجات اللي حصلت معاك؟ ايه رأيك لو تبروسس انجازاتك اللي فاتت، او تقعد تحسب حساباتك في حياتك اللي جاية؟ اعتبر نفسك بتشحن بطاريتك، وما تبقاش بتفرك ومستعجل وبتريزست كل حاجة بتحصل معاك. لانه حاجة من الحاجات اللي بتريحك نفسيا قوي هي انك تبطل ريزيستنس. يعني لو ربنا سبحانه وتعالى اختار لك دلوقتي انك في قمة نشاطك ونجاحك، وبتعمل تحضير لحاجات، وبتشتغل وبتربي ولادك وبتسعى وبتعمل ايا كانت رسالتك في الحياة، احترم قوي فترة انه بعد فترة النجاح دي ممكن جدا يجي فترة هدوء او خمول او احباط او عطلة، او ممكن تكون اصلا قاعد بتحسب حساباتك ومش ومكتفي ان انجازك الوحيد دلوقتي يكون هو انك عايش على وش الدنيا بس بتقوم من السرير كل يوم. ده إنجاز في حد ذاته، بيبقى فيه أيام ده إنجاز بجد في حد ذاته. فبلاش تريزست. فكرة المقاومة دي مرهقة جدا. وجيس وات، ان المقاومه بتاعت المود اللي فيه عطله ده هتقعدك فيه اكتر. يعني لما تكون متقبل ان انت دلوقتي اوكي، ان انا مش في احسن حالاتي، ممكن اقعد اشوف كده مشاعري مالها، مالك، فيكي ايه الاخبار، ايه اللي مزعلك، ايه اللي مضايقك، ايه اللي عطلك، ايه الحاجات اللي انت عديت عليها الفتره اللي فاتت، اثرت عليك ازاي. طيب انت فين في حياتك ومستقبلك؟ محتاج تخطط لحاجه معينه. كل ده لما انت بتقاومه العضلة بتقعد اكتر، لكن لما انت بتتقبله بتلاقي دماغك اوبن، انه اوكي، في حالة انسجام وتناغم داخلي، ان انا مش عمالة افرك وفي اتنين بيتخانقوا مع بعض جوه. ففكرة مقاومة الشعور بتخليه يقعد في أرابيزك اكتر. فمن الاخر، لو انت عايز احساس معين يمشي، just let it be. خليه موجود، خليه موجود. مش بقولك اقعد شكاء بكاء وبتندب حياتك، لا، بس بقولك اقبل فكرة انك احيانا هتعطل، واحيانا مش هتبقى الانسان اللي انت متعود عليه طول حياتك. رابع او خامس حاجة، لان انا نسيت احنا كنا في انهي رقم. اكتب كتير. اكتب كل اللي انت حاسس بيه، طلع كل المشاعر اللي جواك، واعمل تفريغ عاطفي لكل حاجة بتفكر فيها. لو قعدت احكي لك من النهاردة لبكرة فوائد الكتابة ايه على افكارك وراحتك النفسية وتخطيطك لمستقبلك ولحياتك، على فهمك لأي حاجة انت بتمر بيها، او لأنماط بتتكرر في حياتك سيئة، مش هبقى عارفة اقول لك حاجات كتير ازاي. فاكتب اكتب اكتب كتير، يعني ما تبطلش كتابة أبدا، وبالتحديد ما تبطلش كتابة في الوقت اللي انت بتبقى فيه عطلان. خرج المشاعر اللي جواك دي وتعمل لها تفريغ، لأن وجودها جوه مع الكركبة بتاعت الأفكار هيعمل لك قفلة، يعني مش هتتبسط بالنتيجة.
وعشان كده بقى ولاني استسلمت لفتره العطله دي وخدت راحتي وفصلت شويه، بحب اقولك ان الفتره اللي جايه عايزاك تبقى مستعد، عشان هقولك حاجات تفرق جدا في حياتك تبدأ بيها السنة اللي جاية إن شاء الله. أنا مش شخص مؤمنة إن التغيير ليه وقت ولا حاجة، بس أنا برضو بحب البدايات الجديدة. فكرة إن في سنة جديدة بتبدأ، فده بيخليك تقف تبص كده على السنة اللي فاتت، هو إيه اللي حصل؟ احنا عملنا ايه السنة اللي فاتت دي؟ ايه النعم اللي ربنا كتبها لنا؟ ايه الحاجات اللي طلبناها من ربنا وحصلت؟ ايه الحاجات اللي طلبناها من ربنا ولسه ما أذنش انها تحصل، محتاجين نسعى لها اكتر، محتاجين ندعي اكتر. فانا بحب البدايات الجديده، وده مش معناه انك لو عايز تتغير لازم تستنى السنه الجديده تبدا. لو عايز تتغير اتغير حالا حالا، لو تعرف تغير امبارح اتغير امبارح عادي. فمش معنى كلامي ده انك تربط التغيير بسنه جديده، لكن ليه لا؟ يعني ليه ما نعتبرش ان بدايه سنه جديده دي فممكن احنا اتغيرنا، في حاجات حصلت لنا، ممكن نعمل حاجات تانية جامدة جدا السنة اللي جاية، ممكن نستفاد من الغلطات بتاعتنا فنأفويد ان احنا نعمل ده تاني. فليه لا؟ اخر حاجه، عشان اخدت راحتي وعطلت في الفتره اللي كنت حاسه فيها ان انا مطفيه ومش قادره قوي اعمل كل حاجه بعملها زي العادي، حاسه ان انا شحنت بطاريتي شويه، وحاسه ان انا جاهزه دلوقتي ان انا اقدم لك الفتره اللي جايه، الايام الباقيه من ديسمبر، كل يوم فكره جديده تبدا بيها حاجه جديده في حياتك، وتبدا بيها السنه الجديده وانت بمايند سيت مختلف. فاعمل فولو عشان تشوف الفيديوز اللي جايه، وما تنساش انك تكتب لي فنت عشان ابعت لك شويه اسئله تساعدك انك تكتب وتفضفض وتخرج الافكار والمشاعر المتراكمين جوه دماغك. وبس كده.